كتير مننا عايش دلوقتي حالة خوف وذعر من اللي بيحصل حوالينا في العالم، وطبعا السوشيال ميديا ما خلتش، والاخبار اللي بتتكلم عن الحرب واثارها بتلحقك في كل حتة كأنها بتفكرك بالمصيبة. الواحد ما بقاش عارف يلاقيها منين ولا منين، الاسعار اللي ولعت ولا تحويشة العمر اللي قيمتها عمالة تقل ومش عارف تتصرف فيها ازاي. بس الخبر السعيد اللي انا جاي اقولك عليه النهاردة انك تقدر تعدي الازمة دي في امان، لان الازمة اللي مطيرة النوم من عينك هي انسب وقت ليك علشان تكبر تحويشة العمر. يلا بينا اقولك ازاي. الأزمة الاقتصادية الأخيرة طالت الكل والأسعار ولعت، والخطوة في وقت زي ده بقى ليها 1000 حساب. طب إزاي تحسبها صح؟ وإزاي تتعامل مع الوضع بشكل سليم؟ علشان نقدر نحلل الوضع لازم نعرف اسبابه وليه التضخم اصلا بيحصل. التضخم أو ارتفاع الأسعار بيحصل لما يكون في فلوس كتير بتطارد سلع قليلة. يعني لو افترضنا إن في بلد بتنتج مليون رغيف عيش في اليوم، والرغيف ثمنه جنيه، يعني مليون جنيه بتساوي مليون رغيف. طيب حصل أزمة في القمح والدولة دي بقت بتنتج 800 ألف رغيف في اليوم، كده المليون جنيه بقت تساوي 800 ألف رغيف، كده الرغيف بقى ثمنه جنيه وربع بدل جنيه. طب ما الدولة تطبع فلوس عشان تسد العجز. ده يرجعنا لنفس التعريف، إن التضخم هي فلوس كتير بتطارد سلع قليلة، فكده هيبقى في 2 مليون جنيه بس الانتاج زي ما هو 800 ألف. أو بشكل تاني التضخم بيحصل لما يقل عدد وحدات السلع اللي تقدر تشتريها العملة، وطبقا لقانون العرض والطلب الأسعار بتزيد والقوة الشرائية للعملة بتنخفض، ويحصل زي اللي حصل دلوقتي مش بس في مصر، في العالم كله بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا ومشاكل في سلاسل التوريدات بسبب كورونا وموجة الجفاف. طب والحل ايه؟ ده كل سنة بحوار جديد، وازاي تحافظ على قيمة فلوسك وسط كل القلق ده؟ وهل ممكن تحقق الامان المالي وسط الظروف دي اللي شكلها مطول شوية ومش هيخلص؟ طب هي الازمة هتعدي اصلا؟ لو بصينا على التاريخ هنلاقي دايما السوق بيلاقي طريقة يتعافى بيها. العالم قدر يقف على حيله بعد الأزمة العالمية في 2008 وهوجة الانترنت والدوت كوم كراش اللي حصلت في التسعينات، والكساد الكبير اللي بدأ سنة 1929 بانهيار البورصة في أمريكا واستمر تقريبا 10 سنين، وكل مرة السوق بيقدر يلاقي التوازن. الفكرة بقى مش ان الازمة هتعدي او لا، المهم انها ما تعديش عليك وتلاقي طريقة تحمي بيها نفسك وعيلتك، ومش بس تخرج بأقل الخسائر، لا ده انت كمان ممكن تطلع كسبان. طب عشان تعرف تلاقي حل وتقدر تنفذه لازم تكون قادر على تصوره، او بشكل ابسط لازم يكون عندك المعلومات اللي هيخليك تعرف ان الحل ده موجود من الاساس علشان تعرف تروح له. تخيل واحد عايز يسافر من القاهرة لاسكندرية في 3 ساعات وهو ما يعرفش ان في اختراع اسمه عربية، ساعتها المشكلة بالنسبة له هيبقى ملهاش حل لان ما عندوش المعلومة. طب بقى عندك المعلومات الكافية اللي هتقدر تخليك تلاقي الحل، هيبقى ناقصك ايه؟ الادوات او الحاجات اللي هتساعدك انك تنفذ الحل ده، والادوات دي بتبدا من طريقه تفكيرك لحد ما توصل لمهاراتك وعلاقاتك وفلوسك. وطبعا في كتير من المراحل والعقبات ما بين تصور الحل وتنفيذه. المراحل دي بقى اسمها الخطه او الطريق اللي هيوصلك من الفكره لحد النتيجه. طيب احنا متفقين ان النتيجة هي انك تحافظ على فلوسك من وحش التضخم اللي عمال يبلعها ويقلل منها. ايه بقى السلاح اللي ممكن يساعدك ويحميك؟ الاجابه ببساطه هي الاستثمار، اللي لو عرفت تختار هتستثمر ايه وبكام وامتى هتقدر تعمل عوائد ضاربه للتضخم او انفليشن بيتنج ريتيرنز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو حضرتك في بلد فيها نسبه تضخم 16% في السنه، يعني العمله بتخسر 16% من قيمتها سنويا، وحضرتك حطيت فلوسك في البنك بعائد 18%، هتبقى القيمه الفعليه اللي زادت بيها فلوسك بعد سنه هي 2%. طب مثلا لو استثمرتها في العقارات وكانت نسبه التضخم برضو 16% في السنه، بعد سنه قيمة فلوسك هتبقى هي لأن سعر العقار كمان هيزيد 16% مع التضخم. أما بقى لو العقار ده في منطقة من المناطق الجديدة، معناه إن قيمته السوقية كمان هتزيد، كده بقى يبقى فلوسك قيمتها اتحفظت وكمان زادت بنفس معدلات زيادة العقار في السوق. يعني ببساطة العوائد الضاربة للتضخم هي إن نسبة العائد اللي بيجيلك على استثمارك أعلى من نسبة التضخم، وعشان تعرف تختار إيه أنسب استثمار ليك لازم تكون عارف الفرق ما بين الفايدة الإسمية والفايدة الحقيقية. الفايدة الإسمية هي المقدار اللي بتزيد بيه فلوسك، يعني ال1000 جنيه لو عليهم فايدة 18% بعد سنة هيبقوا 1188 جنيه،
انما الفايده الحقيقيه هو المقدار اللي بتزيد بيه القوه الشرائيه لفلوسك، وتقدر تحسبها ببساطه، هو انك تطرح معدل التضخم من قيمه الفايده الاسميه. زي ما قلنا لو معدل التضخم 16% والفايده الاسميه 18%، هيبقى قيمه الفايده الحقيقيه هي 2%. واكبر غلطه ممكن تعملها في الظروف اللي احنا فيها دي لو فكرت انك تروح للمضمون وتبص للفايده الاسميه وتنسى القوه الشرائيه الحقيقيه لفلوسك. لكن لو وقفت وفكرت بهدوء وحسبتها صح، ومشيت بمبدأ ان الثروات تصنع وقت الازمات، وعرفت تنتهز الفرصة، وعرفت تقيم وتشوف ايه اكتر الاستثمارات صلابة في مواجهة الازمة، هل هي البورصة ولا العملات الرقمية ولا الذهب ولا الشهادات البنكية ولا العقارات. كل اختيار من دول بيكون معتمد على شكل دخلك واهدافك وحجم مدخراتك. وخليك فاكر ان مش وظيفتك انك تتوقع السوق، لانك مش هتعرف، بس انت واجب عليك انك تأمن نفسك بغض النظر عن اللي هيحصل. طب ازاي اعرف ايه الاستثمار المناسب ليا؟ اول حاجه قيمه المبلغ اللي انت هتعمل له استثمار قد ايه، وهل هو مناسب لطبيعه الاستثمار اللي انت اخترته ولا لا. تاني حاجه هو ان الاستثمار خطه بتاخد وقت وتحتاج صبر، ولازم تفهم ان الفلوس اللي انت بتستثمرها دي هتفضل فتره بعيد عن ايدك قبل ما تجيب عوائد فعليه. اختيارك لنوع الاستثمار بيعتمد بشكل كبير على الوقت اللي انت تقدر تستناه قبل ما تاخد عوائد الاستثمار. يعني مثلا هتروح تدفع مقدم في وحده تجاريه في العاصمه الاداريه الجديده، هتستلمها بعد 3 سنين بعائد استثماري كبير، ولا مش هتقدر تستنى ال3 سنين وعايز عوائد اقل بس في وقت اسرع؟ ده يودينا لثالث حاجه، كل ما تستنى على الفلوس اللي بتعمل لها استثمار وتسيبها وقت اطول بتقدر تستفيد من الفايده المركبه. ايه بقى هي الفايده المركبه دي؟ لو افترضنا ان اصل المبلغ المستثمر 200,000 جنيه وكانت هنا الفايده السنويه 20%، فبعد سنه هيبقى المبلغ 240,000 جنيه. لو رجعت استثمرت المبلغ كله مره تانية زي ما هو، السنه اللي بعدها هيبقى 288,000 جنيه، والسنه اللي وراها هيبقى 345,000 جنيه. يعني هنا المبلغ الاصلي زاد تقريبا 72% في 3 سنين، مش بس 60%، وده بسبب الفايده المركبه. الخلاصه الاستثمار هو مفتاح باب الحل لاي ازمه من غير ما تحاسب على فواتيرها، لانك لو فكرت بعقليه المستثمر هتقدر دايما تشوف الفرصه فين، وهيبقى عندك دايما القدره انك تلاقي الحل وتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. ولو قدرت تعمل كده هتبقى ضمنت ليك ولولادك حياه مستقره وتقاعد مريح ما فيهوش اي قلق من المستقبل. لو عندك سؤال سيبه لنا في التعليقات او ابعته لنا في الرسائل علشان نجاوب عليه الحلقه الجايه. نشوفكم الحلقه الجايه، تمسوا بالخير.